حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك يا حلو يا حلو يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا وحشتوني جدا جدا جدا، وعارفه ان انا متاخره عليكم في الفيديوهات، طبعا اكيد هيكون غصب عني التاخير، فاسفه ليكم طبعا جدا. ان شاء الله النهارده نعمل فيديو حلو جدا مع بعض، روتين بسيط كده وخفيف، ان شاء الله يعجبكم. طبعا قبل ما تبداي الفيديو معايا، لو لسه ما حطيتيش اللايك انزلي حطي اللايك من ايديك الجميله، ولو انت اول مره بتشرفي قناتي اتمنى ان قناتي وفيديوهاتي تعجبك وتشتركي معايا وتكبري عيلتي بيكي، ويلا بينا نسمي الله ونبدا الروتين بتاعنا. روتيننا النهارده كده هيكون روتين يومي، بدأته معاكم من الاول خالص من الفطار. ولادي بقى صاحيين كده من النوم، مش عايزين يفطروا فطار التقليدي، عايزين حاجه مختلفه. زهقنا بقى من الفول والبيض والجبن والكلام ده كله، فعايزين حاجه سريعه كده ومختلفه. فطبعا بما ان الجو حر وعايزه اعمل لهم حاجه كده سريعه، هما كانوا طالبين طبعا معجنات، وطبعا لو شغلت الفرن في الجو الحر ده هيبقى صعب جدا يعني. فقلت اعمل لهم فطاير كده سريعه تقدري تعمليها في الطاسه، حلوه جدا جدا. عجينتها نفس عجينه الفطير بالظبط، عباره عن دقيق تقريبا، دول كانوا حوالي 3 كوبايات ونص او 4 كوبايات كده من الدقيق، حطيت عليهم شويه من الملح، وبعجن بميه دافيه عادي جدا بدون اي اضافات تانية. طبعا مش هنحط خميره ولا هنحط سكر ولا هنحط اي حاجه. ممكن لو انت عايزاها تبقى طعمها اغنى اكتر ممكن تحطي معلقه كبيره كده من اللبن البودر، هيديلها برضو طعم حلو. مفيش عندك اعملي زي ما انا عملت كده، دقيق وميه وملح، مش اكتر من كده. العجينه بتاعتها بتكون طريه شويه، ما تكونش ملزقه في ايديكي. انا هنا حطيت ميه بزياده، فحطيت لها كمان حوالي مثلا معلقتين من الدقيق كده، بس علشان اعرف ان انا المها. عجنيها طبعا كويس جدا زي عجينه الفطير، زي ما بقول لك، كل ما تخدمي عجينه الفطير كل ما تديكي النتيجه هايله وتريحك في الفرد وكده. هي فتكون فطاير سريعة وخفيفة، تقدري تعمليها في الطاسة بمنتهى السهولة، لفطار بقى، العشاء، اللي مثلا لو عاملة سندوتشات خارجة مثلا خروجة كده تفسحي ولادك او اي حاجة، فهتكون حلوة جدا معاكي. لميت العجينة كده كويس جدا، وجبت بولة كده فيها شوية من الزيت، بقيت ابل ايدي كده بالزيت، واشكل بقى العجين كده. شكليها المقاس اللي انت شايفاه ده، على حجم الفطيرة اللي هتشوفيها معايا دلوقتي. لو حباها اكبر كبري. زي ما بقول لكم، دول تقريبا هنقول حوالي 4 كوبايات من الدقيق، عملوا معايا 12 فطيرة من الحجم اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. حجمها كان مناسب وحلو. لو حابة تكبري ممكن تقطعيهم مثلا على 8 او على 10. سهلة وسريعة وبسيطة وما خدتش معايا اي وقت خالص. بقيت بقى كل ما اشكل واحدة كده احطها في الزيت برضو عشان تبقى متغلفة معايا بزيت كويس، وسبتهم يرتاحوا تقريبا حوالي ربع ساعة. وغطيتهم زي ما شفتوا كده بالكيس ده، كيس تلاجة عادي، فتحته كده عشان خاطر بس وشهم ما ينشفش. والحشوات معايا بقى عبارة عن فلفل رومي اخضر وزيتون شرايح، وكان عندي شوية من اللانشون وشوية من الجبنة الرومي، كلها كانت بواقي كده بصراحة. وكان عندي اخر حبة كده من الجبنة الموتزاريلا. زي ما بقول لكم كلها كانت بواقي. ميزة الفطاير دي بقى انها هتلمي معاكي اي بواقي بقى في التلاجة، جبن، عندك مثلا صدر فرخة كده يكون بايت يعني عندك او حاجه، تعمليه برضو زي شاورما. معلقتين كده 3 لحمه معصجه، حلوه جدا جدا. اي حشوات هتحطيها فيها هتكون جميله قوي. باخد يعني قطعه كده من العجين وافردها بايدي بشويه طبعا من الزيت كده، لحد ما تتفرد معايا خالص كده، وابدا احط الحشوات. حطيت زي ما انتم شايفين كده فلفل وزيتون ولانشون ورومي، كنت مقطعاهم قطع صغيره كده. طبعا الحشو معايا برضو كان قليل، ما كانش كتير. الجبنه الموتزاريلا كانت تقريبا حوالي معلقه كده او معلقه ونص، ما كانتش كتير خالص. فزي ما باقول لكم كان ما كنتش مجهزة طبعًا للفطاير دي، دي حاجة جات كده يعني بظروفها، فعشان كده ما كانش عندي جبن كتير ولا حشو كتير، بس عملت بيهم ال12 فطيرة وكانت جميلة جدًا. حطي برضه جبنة فيتا، جبنة قريش، أي حشوة معاكِ بتحبيها هتكون حلوة جدًا. طبعًا كل ما كترتِ فيها الجبن الرومي بقى والموتزاريلا والكلام ده والجبن تسيح كده تبقى الحشوة مليانة، ما شاء الله هتكون جميلة معاكِ جدًا. حلو أوي للرحلات برضه، لو خارجة مثلًا تغيّري جو كده ومش عايزة تشتري حاجة من برّه،
طبعا الاكل من بره بقى مش مضمون، وكمان بقى غالي جدا اليومين دول بعد غلا الاسعار وكده. فشويه سندوتشات او شويه فطاير زي دي على السريع كده، تاخديهم معاكي في علبة تلاجة كده في شنطتك، هتاكلوا وهتتبسطوا وتوفروا الفلوس اللي معاكوا للفسح، مثلا لو الولاد هيركبوا لعبة ولا أي حاجة، وتغيروا جو وتبقى حلوة كده وسريعة، ومش حاجة بتاخد وقت ولا بتاخد تكلفة كمان. طبعا بما ان انا عندي بقى الساندوتش ميكر ده او التوستر الكهربائي، فانا يعني استسهلت بصراحه وقلت هحطهم فيه وكده. طبعا لو ما عندكيش طاسه على النار عادي جدا هتحطي فيها حته زبده كده زي ما انا عملت، او شويه من الزيت، بس اهم حاجه تكون طاسه مش بتلزق، وتسويهم فيها بمنتهى السهوله، ما بتاخدش وقت خالص خالص خالص، وبتستوي. طبعا عجينه الفطير احنا عاملينها طبقه واحده وكمان رقيقه جدا، فبتستوي ما بتاخدش اي وقت خالص. الجريلا برضو معايا كانت حلوه ومسهله عليا جدا، زي ما قلت لك، طاسه على النار وتاخدي لها شويه على الوش ده وشويه على الوش ده، تستوي معاكي وهتكون جميله جدا حلوه قوي قوي ما شاء الله. انا كمان دهنت الجريل بتاعي في الاول بس بحته كده من الزبده زي ما شفتوا معايا، وبعد كده ما دهنتش تاني. عايزه اقول لكم الحته وهي بتستوي كانت قلب الدنيا، كانت ريحتها خطيره جدا. الزبده مع الجبنه لما ساحت مع الزيتون مع اللانشون، كانت ريحتها تحفه وطعمها جميل، ما خدتش اي وقت معايا خالص. ده شكلها بقى ما شاء الله بعد ما خلصت، حلوه جدا جدا. طبعا زي ما قلت لكم الجبن ما كانتش كتير، فانت هتحسوا ان هي مش سايحه قوي علشان الجبنه قليله، لكن هي كان طعمها تحفه خفيفه، عجبت ولادي فوق ما تتخيل. جنبها مثلا كوبايه عصير، كاتشب مثلا، شويه شيبسي كده زي ما انا حطيت ساده لوحدها من غير اي حاجه، هي كده كده فيها الحشو بتاعها. فحقيقي والله العظيم جميله جميله جميله، بتمنى فعلا تجربوها. وكمان لو هتعملوها مثلا في سندوتشات المدارس برضو هتكون حلوه لذيذه قوي ما شاء الله، طعمها بجد حلو قوي. كانت خفيفه وسريعه وتغيير وفطار كده مختلف، ما خدش معايا اي وقت خالص. وزي ما قلت لكم لم معايا بواقي التلاجة، كل الحاجات بقى اللي هي يعني في الاواخر كده لميتهم على بعض وعملت منهم فطار حلو جدا. طبعا بعد ما خلصنا فطارنا وكنت سبت بقى الجهاز بقى يبرد خالص، فهنا قلت بقى هنضفه، وقلت اوريكم بالمره طريقتي في تنظيفه، علشان اللي عنده مثلا حاجه زي كده، او مثلا لو عندك جريلا كهرباء اللي هي بنشوي عليها الفراخ واللحمه وكده. برضو حبيت ان انا اوريها لكم، برضو طريقه التنظيف سهله جدا وبتطلع معاكي اي دهون او اي زيوت لازقه. هنا كنت بوريكم بقى عن قرب الدهون كده اللي فيها، طبعا هي مفيش فيها دهون كتير لان انا بنضفها اول باول، طبعا ما بركنش خالص عليها دهون. في طريقه التنظيف بتاعتها سهله. اوقات كتير جدا بفك اللي هي الشرايح الجريل دي وبغسلها زيها زي اي طبق كده بالسبونشه وبصابون المواعين عادي. اما لو فيها زيوت زي كده بنضفها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا هي كانت بردت على ما فطرنا وكده. هنا بقى رحت مسخناها، سخنتها كويس جدا، وبعد كده فصلت الكهرباء، يعني قبل ما بعمل اي حاجه بفصل الكهرباء، وحطيت شويه من البريل او سائل غسيل المواعين يعني، وبعد كده مناديل من مناديل المطبخ، ورشيت عليها كده بالبخاخ ميه عاديه ما فيهاش اي حاجه، بحيث بس ابل المنديل كويس جدا، وبعدين قفلتها تاني وسبتها مثلا حوالي دقيقتين او 3 كده، وبعد كده هتلاقي الدهون والزيوت كل ده بيطلع معاكي بالمنديل بمنتهى السهوله، بدون دعك بدون اي حاجه. تمشي بس المنديل عليها كده ما شاء الله بتنضف خالص خالص خالص، الزيوت بتطلع كويس جدا. عايزه اقول لكم ان انا لما بغسلها بالسبونشه بالصابون المواعين عادي بتنضف وكل حاجه، بس لما بتتركن كده ببص الاقي فيها بواقي زيوت، يعني بواقي زيوت ناشفه بقى ومتجمعه وكده. اما الطريقه دي بتشيل الزيوت معاكي خالص خالص خالص. شايفين بقى كل شويه بغير المنديل وكده، وفي الاخر بقى المنديل بليته بميه نظيفه بقى علشان طبعا مكان الصابون وكده، علشان لما اجي استخدمها تاني ما يكونش فيها بواقي صابون ولا حاجه. اللي هو كده بنضفها خالص من بواقي الصابون والزيوت وكل الكلام ده تلميعه اخيره كده، وكمان لمعتها من بره. وخلاص دايما الاجهزه الكهربائيه بتاعتك طول ما ايدك فيها كده وبتحافظي عليها اول باول، طول ما هيكون شكلها نظيف من بره وعمرها هيكون اطول وشكلها هيكون حلو. الحاجه لما بتحافظي عليها هي كمان بتحافظ عليكي. فاللي عنده اي جهاز كهربي اليومين دول طبعا في غلا الاسعار المبالغ فيه، يعني مبالغ فيه جدا جدا جدا، فاللي عنده حاجه بجد يحافظ عليها كويس جدا ايا كان نوع الجهاز الكهربي اللي عندك، على قد ما تقدري حافظي عليه. علشان خاطر بقى يعني اليومين دول غلا
ومفيش فلوس يعني، فالحمد لله. عايزاكم بقى تحطوا لي لايك كتير جدا على الفيديو زي ما انا كاتبه لكم كده، عايزه لايكات كتير وتاخدوا مني حب كبير. انا بحبكم والله العظيم في الله، وببقى نفسي ان انا ما بعدش خالص واسيب القناه كده من غير تنزيل فيديوهات، ببقى حاسه ان انا مفتقداكم جدا. بس والله العظيم انا الفتره اللي فاتت دي اللي ما كنتش بنزل فيها، كنت بمر بظروف مش حلوه خالص، ماديا بقى ومعنويا ونفسيا وكده، فالواحد ما كنتش قادره افتح كاميرا ولا قادره اصور ولا قادره اعمل حاجه بصراحه. فاعذروني طبعا على التاخير، وعايزاكم تشدوا حيلكم معايا برضو كده في المشاهدات، وتدوني العذر بتاعي ان انا ما بقدرش انزل. انا والله نفسي انزل لكم كل يوم، وباذن الله كده يعني ربنا يعدي الفتره دي على خير كده، واقدر ان انا ارجع انتظم معاكم تاني. طبعا انا ما صورتش الغدا معاكم لان الغدا كان حاجه اصلا بسيطه ومش مستاهله تصوير، وكنت مصوره قبل كده. عملنا مكرونه كده باللحمه المفرومه، كان عندي حته لحمه مفرومه تقريبا اقل حتى من الربع كيلو، على نص كيلو مكرونه من المكرونه الخواتم دي. ومش انا كمان اللي عملت الغدا والله، بصراحه اللي عملت الغدا سلمى. قالت لي ماما انا اللي هعمله لان هي بتعرف تعملها يعني، فعملتها كده وخدنا الحله بتاعتنا وطلعنا على السطح. احنا بقالنا فتره طويله من ساعه موجه الحر وقطع الكهرباء اللي كانت الفتره اللي فاتت دي، الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا، فتقريبا شبه يومي بنطلع نتغدى يعني في الهوا كده على السطوح وكده يعني في الهوا. فده غير. طبعا اتغدينا ونزلنا بقى، الولاد نفسهم في حاجه حلوه، قاعدين نازلين نزلنا عايزين حاجه حلوه عايزين حاجه حلوه. فانا بيني وبينكم بصراحه ما كنتش حابه ان انا اصرف حاجه كتير، فعايزه الم الدنيا كده واعمل حاجه حلوه يعني من حاجه تكون موجوده عندي في البيت. بقلب طبعا في الفريزر عندي، لقيت كيس مانجا كنت مفرزاه من اللي هي المانجا بتاعت السنه اللي فاتت. كان لسه متبقى عندي كيسين، الكيس اللي عملته ده ولسه عندي كيس واحد كمان. فرحت مطلعاه كده، قلت اعمل بيه حاجه حلوه للولاد، هتكون حلوه وحاله صيفي كده ويرطب علينا في الحر اللي احنا فيه ده. فرحت مطلعه كيس المانجا، عصرته. يعني دول تقريبا حوالي لتر من عصير المانجا، طبعا متخفف بميه مش مركز ولا حاجه، وفيه السكر بتاعه. يبقى الكميه اللي قدامنا دي بالظبط لتر من عصير المانجا معصور بالسكر بتاعه. تقدري ما تضيفيش فيه سكر، وبعد كده تضيفي السكر بتاعك مع النشا. هنعملها زي مهلبيه كده او بودنج خفيف كده. حطيت 3 معالق من النشا هرميه زي ما شفتوا، كانت المعلقه مليانه كتير معايا، وقلبتها على البارد. وبعد كده رفعتها على النار، على نار متوسطه، وفضلت اقلب فيها لحد ما خدت القوام اللي انتوا شايفينه ده. القوام بتاعها ما كانش تقيل قوي، لو حباها تكون تقيله اكتر ومتماسكه ممكن تخليهم 4 معالق من النشا. انا كنت حابه انها تكون قوامها مش تقيل قوي، متماسكه وكل حاجه، بس قوامها مش مكتوم كده وتقيل، فحلوه جدا بالنسبه لي. قوامها كان جميل وسكرها كان مظبوط جدا زي ما قلت لكم. العصير معايا كان متحلي، تقدري تعملي العصير من غير سكر، وتحطي على كل كوبايه عصير، لو هتعايري بالكوبايه، على كل كوبايه عصير معلقه من السكر ومعلقه من النشا. يعني هياخدوا معاكي تقريبا، لو ده لتر عصير زي ما انا عامله كده، هياخدوا معاكي 4 معالق سكر واربع معالق من النشا. طبعا صبيتهم كده في البولات وسبتهم يبردوا علشان نعمل بقى الطبقه التانية، وهي عباره عن طبقه كريمه. بس انا هعملها بالمانجا برضو عشان يكون متطعمه، بما ان الحله بتاعنا حله مانجا، فتكون مطعمه كده بالمانجا. فهنا وانا بعمل العصير كنت واخده من نص كوبايه عصير بس، وزودتها بميه وشيلتها في الفريزر تجمد كده او تتلج، علشان طبعا الكريم شانتيه عشان تاخدي منه نتيجه حلوه لازم الميه او اللبن اللي هتضربيه بيه يكون متلج او ساقع جدا. فانا شلت كده في الفريزر زي ما قلت لكم نص كوبايه من العصير، والباقي نصها التاني ميه، وسبتها تتلج في الفريزر. وهنا في الطبق حطيت ربع كوبايه من السكر، سكر الحبيبات عادي، ونزلت بكوبايه العصير المانجا اللي انا مجمداها في الفريزر، وعليها كوبايه الا ربع تقريبا من الكريم شانتيه اللي هو الخام الغير محلى، وضربتهم في بعض كده لحد ما اخدت القوام الحلو اللي انتوا شايفينه ده. قوامها مظبوط جدا وحلوه، وسكرها كان مظبوط جدا. السكر اللي انا حطيته ربع الكوبايه مع العصير كمان كان فيه زي ما قلت لكم كنت محلياه، فكان طالعه معايا مظبوطه جدا. حطيت لي الكريمه كده في الكيس اللي هو بتاع التلاجة العادي ده، وعملت لها فتحه كده علشان خاطر بس اعرف اوزع كده في البولات بتاعتي ما بهدلش الدنيا. لو عملت بالمعلقه الدنيا هتتبهدل معايا، واما الكيس بيسهل عليا جدا التوزيع. حطيت الطبقه بقى اللي هي الكريم شانتيه اللي عاملينه بالمانجا ده على الوش، وزعتها كده بظهر المعلقه. عايزه اقول لكم الحاله ده طعمه تحفه جدا، اقتصادي جدا، مش مكلف خالص. وانا اللي نفعني بصراحه ان كان عندي الكريم شانتيه وعندي كل حاجه، انا ما اشتريتش اي حاجه من بره خالص غير هي حاجه واحده ب5 جنيه. يعني الحله ده ما كلفنيش غير 5 جنيه. انتي ممكن تشتري بقى لو عندك المانجا، المانجا طبعا متوفره اليومين دول وكلنا بنشتريها. ممكن تجيبي بس الكيس الكريم شانتيه، انا معرفش بصراحه هو بكام لان انا متعوده دايما اجيب السايب، وتعمليه برده مش هيكلفك كتير. الخطوه الاخيره دي اللي انا صرفت فيها ال5 جنيه دي اختياريه جدا. اللي هي جبت كده كيك توينكز
بال5 جنيه 2 كده، طبعا زي ما انتوا شايفين كده يعني نزل عليهم تخفيض جامد جدا، صغروا قوي مش عارفه ليه كده. فانا قطعتهم شرايح وحطيتها على الوش. عايزه اقول لك بقى ان انت لو قبل ما تحطي طبقه مهلبيه المانجا او بودنج المانجا دي، وحطيتي تحت طبقه كيك كده من اللي هو الكيك التوينكس ده، او طبقه بسكوت ساده، وطحنتيها كده وحطيتيها حطيتيها تحت بقى في اول البوله كده من تحت، هتكون حلوه جدا برضو. الميكس كله على بعضه هيكون جامد. كان عندي بقى شويه فرماسيل كده، قلت اعمل ايه زي شكل كده على الوش وخلاص. بالنسبه لي كده الحلى بتاعي جاهز. طبعا بتدخليه التلاجة يسقع، بيطلع بقى كده حلى منعش جدا جدا جدا. تخيلوا انتوا بقى طعم الكريمه مع المهلبيه مع الكيك التوينكز اللي على الوش ده، كان بصراحه معلي التيست بتاعها جدا. وزي ما بقول لك بقى الافضل ان انتوا تحطيه في البوله من تحت، هيكون جميل جدا. بس زي ما قلت لك انا ما كنتش حابه اكلف حاجه، كنت حابه الم الدنيا كده واعمل حاجه كلها من البيت يعني. فبصراحه حلوه جدا، مرطب جدا جدا في الحر اللي احنا فيه ومنعش. طعم المانجا تحفه، السكر بتاعه كان مظبوط، تاكليه كده المعلقه متكامله بقى. شويه مهلبيه بقى من بتاعه المانجا دي مع الكريمه، مع كمان قطعه من التوينكس بقى، او بقى لو هتحطي بسكوت مطحون زي ما قلتلك، الطعم بتاعه تحفه. بتمنى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، وتكونوا استفدتوا بقى بفكره الفطاير السريعه اللي عملناها دي. زي ما قلتلك تقدري تسويها في الطاسه بمنتهى السهوله، دقايق وهتكون جاهزه معاكي كنوع من التغيير، سواء في فطار او في عشاء، او لو سندوتشات لو خارجه زي ما قلنا خروجه سريعه كده. والحلا الصيفي المنعش بتاعنا اللي يعتبر اقتصادي جدا ما كلفناهوش كتير، فحلو جدا جدا. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، وتشجعوني كده بلايكات وبكومنتات حلوه. ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، ومع السلامه.